أقول لي أخي عبد الله يعني 6 سنوات وأنت هارب وخايف من المواجهة، أريد أن أطمنك ما تخاف، بس بيقولك بعد 6 سنوات ثبت إنك أنت اللي كذب وراك والقبر قدامك، وأنت هو اللي صنعتك بريطانيا وحاميتك أمريكا، ولولاها ما تجلس في هذا المقعد. لكن أنا عفوت عليك من أجل شيخوختك ومن أجل صحتك، من أجل عفيت عليك من أجل شيخوختك ومن أجل صحتك ومن أجل أخي حمد، ومن احترام للأمة، واعتبر المشكل الشخصي الذي بيني وبينك قد انتهى، وأنا المشكل الذي بيني وبينك قد انتهى، وأنا مستعد لزيارتك وأنك أنت تزورني. أنا معمر القذافي القائد الأممي وعميد الحكام العرب وملك ملوك أفريقيا وإمام المسلمين، مكانتي العالمية ما تسمح لي أني ننزل لأي مستوى آخر، وشكرا. أنا أعتقد أخ معمر يمكنني فهمتك خطأ، أنا أعتذر أمام الأخوة الملوك والرؤساء. نفس الأسلوب الآن. أي حاكم عربي تبغي تقعد حاكم ملك سلطان أمير رئيس جمهورية لازم تتبع أمريكا وتتبع فرنسا وتحت الجزمة متاعهم وتكون حقير وأحقر من كلب. هذا اللي صاير الآن. كم واحد نفسه حاكم هو كلب عربي، باع شعبه وباع كرامته وباع أمته. احنا منطمع فينا الامبريالية والصهيونية اللي هالحكام الخونة اللي في ناب. حاكم يخدع في شعبه، عاملين له دراجات نارية وعلم يسجدوا قدامه، وهو حقير ذليل امام الامريكان وامام الاسرائيليين. احقر من الجزمة بتاعهم تحت جزمتهم، الجزمة اللي يضرب بها في بني وطنه. غادي في الامريكاني عند الامريكاني يقبل فيها، يقبل في الجزمة بتاعت الامريكان. لما حاكم عربي بيزور امريكا كأنه مش لي سدرة المنتهى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، عندها جنة المأوى، ماشي لجنة المأوى. شوف الحقارة والنذالة. حاكم عربي